ازاي القرايب بعد الجواز يتجنبوا الامراض الوراثيه في اطفالهم. احنا عندنا في مصر منتشر جدا جواز القرايب، وساعات كتيره قوي بنشوف في العياده اب وام سلام تماما وعندهم طفل مصاب باي مرض وراثي. مع الهيستوري او مع التاريخ المرضي نكتشف ان الاب والام قرايب، ولاد خاله، ولاد عم، او حتى قرايب من الدرجه الثانيه. بعض الناس بيفهموا ان القرايب دي يعني ابن عمي او ابن خالتي بس، لا احنا عندنا قرايب كمان للاب وللام او للجدود كمان. المشكله هنا في ايه؟ ان بعض العائلات بيكون فيها مرض وراثي، ممكن الاب والام يكونوا حاملين للجين ده بس مش باين عليهم، هم مجرد ان هم حاملين وليسوا مصابين. نتيجه الجواز بتاعهم بينتج عنه طفل مصاب بالمرض الوراثي المعين. الطفل ده اتولد، هل ممكن انا بدوري اقدر اتجنب اصابه او ولاده طفل مصاب بهذا المرض؟ بنمشي بخطوات. اولا ان احنا بنوصل لتشخيص مظبوط او تشخيص دقيق للمرض اللي عنده عن طريق معرفه الجين المسبب للمرض ده. والحمل اللي بعد كده ابتدي ان انا ادور بقى، لو الام خلاص حامل هبتدي اعمل يا اما عينه مشيمه وادور على الجين ده في العينه اللي انا اخدتها بتاعه المشيمه، او ان انا اعمل عينه سائل اميلوز، ده بيتوقف على عمر الحمل. تاني حاجه ان انا قبل ما الام تحمل اصلا بعمل حقن مجهري واعمل اختبار للاجنه واخد عينه من الاجنه دي وادور فيها على الجين المتسبب للمرض الوراثي ده، وبالتالي اقدر ان انا اتجنب من قبل ما الام اصلا تحمل وتبقى مطمنه تماما.